خاص مع السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق. أهلا بك سيد شكيب خليل على شاشة قناة البلاد. سيد شكيب خليل، ونحن نلتقي بك اليوم في ولاية المدية، هذه الولاية التي حللت بها في إطار سلسلة زيارات إلى جملة من زوايا الوطن. ربما الشارع الجزائري والصحافة الجزائرية تتساءل، هذا التحرك المبرمج نحو الزوايا ما هو هدف سيد شكيب خليل منه؟ يعني نفس الشيء اللي قلته من قبل، يعني ما في هدف، هي فيه دعاوي من كل الزاويات يعني في الجزائر يعني كلها، والوقت يعني قصير كثير، ولهذا لازم نختاروا يعني الزاويات اللي نقدروا يعني نزوروها في الوقت القصير اللي عندنا، وإن شاء الله نزوروا كل الزوايا في المستقبل. ولهذا احنا لبينا كل الدعاوي حتى الآن لثلاث زوايا، ونشكر كل السادات وكل شيوخ الزوايا وكل أفراد يعني العائلة تابع الزوايا، ولا سيما الآن احنا في مدية. أشكر كل السادة وكل الشيوخ وكل المسؤولين اللي رحبوا بنا في هذه الدعوة. يعني نعم سيد شكيب خليل، ربما أنت تعودت طيلة مسارك في الوظائف داخل وخارج الوطن، ربما الاجتماعات والملتقيات على أعلى المستويات، وما لاحظناه هو أن الطابع البسيط والزهيد للزوايا. ما الذي يجده سيد شكيب خليل في هذه الزوايا؟ لأن أنا بسيط، يعني هذا هو هذا هو الشيء، يعني أنا رجل بسيط ودائما في الاتصال مع الشعب ومع يعني الكوادر. مثلا لما كنت أشتغل في الوزارة كنت دائما في اتصال مع الجرايد ومع التلفزة. كانت علامة بالنسبة إلى الوزارة في هذاك الوقت، وكنا ننشر كثير من الوثائق، كنا نرسلوها إلى كل السفراء الجزائريين في الخارج باش نعرفوا بالجزائر مثلا. وكل هذه الأفلام اللي راكم تشوفوهم الآن في الصفحة فيسبوك كلها عملت في هذاك الوقت يعني، وكان ما عملش كل هذاك الشيء في هذاك الوقت. نعم. كارشيف كان ما عملش كل هذا الشيء، ولا واحد يعرف باللي الوزارة الطاقة والمناجم كانت تشتغل في تحلية المياه. كل نعم. مشاريع تحلية المياه كانت مسؤولية تابعة للوزارة، وزارة الطاقة والمناجم، وعملناها بطريقة يعني يعني مدرسة، ودربنا كثير من الخبراء الجزائريين باش يعرفوا كيف يعملوا هذه المشاريع، لأن ماشي نعم. بالسهل نعم. واحد يعمل مشروع كما هذا في تحلية المياه. نعم. السيد شكيب خليل، ربما وقبل قليل كنا نستمع إلى أحد الشباب هنا في ولاية المدية يلقي بقصيدة قال لك: الجزائر محتاجة لك ويجب أن تعود إلى منصب المسؤولية. هل سيلبي السيد شكيب خليل هذا النداء؟ والله أنا كما قلت يعني أنا يعني مستعد يعني لأي مسؤولية يعني تطلب مني. هو الأهم شيء هو 20 سنة الماضية. يعني الواحد يلاحظ الفرق الكبير اللي موجود في الجزائر نفسها بين كيف كانت الجزائر 20 سنة من قبل والآن. لما تشوف البنايات وتشوف المياه موجودة. كنا في الأول كنا راح نضطروا يعني نستوردوا الماء، كنا نفكروا في استيراد الماء من فرنسا، كنا نفكروا في أنبوب الماء من فرنسا في وقت ما. الآن ولا واحد يتذكر هذه الأشياء هذه. نعم. ربما مثلا أو الكهرباء، مثلا الكهرباء كانت في 20 سنة ما كانتش موجودة طول الوقت، والغاز الطبيعي كان موجود ولكن ما كانش موجود في كل القرى وكل النواحي. نعم. الآن موجود في كل. ربما أنه تاريخ نعم كبير. المناصب وأسمى المناصب التي توليها السيد شكيب خليل وزير للطاقة والمناجم، هل صح. ربما العودة لو تمت سوف تكون من وزير فما فوق؟ والله ما أعرف يمكن يكون مستشار أو يكون، مش لازم واحد يكون عنده نعم. يعني صفة رسمية باش يقدر يشتغل لبلده، يعني يقدر يشتغل كمستشار أو يعني يعطي آراء أو يعطي أفكار. كل الخبرة اللي واحد عنده، وأنا ما نتكلمش بس عليا،
نتكلم على كل الناس، يعني كل الخبراء اللي موجودين هنا في الجزائر. كان كثير الخبراء موجودين في الجزائر مش معروف بهم يعني. نعم. ولهذا لازم نستعملوا كل الطاقات البشرية اللي موجودة عندنا، وعندنا سياسيين عندهم خبرة. لازم دائما نتعلموا من هذه الخبرة ونستعملوها في مصلحة البلد. نعم سيد شكيب خليل، ربما أنت لما عدت إلى أرض الوطن يعني اتخذت طريقة للتحرك هي عبر الزوايا، زرت الكثير منها، وربما مستقبلا سوف تزور إن شاء الله بعضا منها. إن شاء الله. لكن هذا المعارضة الجزائرية استغلت هذا التحرك وهذه العودة في خطابات سياسية، وقالت حتى أن هذا يضر بالعدالة الجزائرية في خطاباتها. ماذا تقول هذه المعارضة السيد شكيب خليل؟ هي ما غيرت، يعني هذه 6 سنوات وإحنا عايشين يعني هذا المأساة. يعني هي مأساة بالنسبة لعائلتي وبالنسبة إلى أفراد العائلة وبالنسبة إلى كرامتي ولا بالنسبة إلى كل شيء اللي أنا اشتغلت عليه. يعني كانت مأساة كبيرة. وأنا رجل يعني يعرفوني الناس، ما نتكلمش كثير وأنا نشتغل كثير، وبرهنت يعني الآن باللي كل هذه الأشياء يعني ما عندها أي أساس تماما، ويعني غالطين تماما أو حبوا يغلطوا الناس. لأن 6 سنوات وهما في نفس النشر، يعني نفس النشر، قال لك كذب وكذب وكذب، دائما يبقى شيء. هذا يقولوا بالفرنسي لما تكذب ولكن تعاود تكذب مرة بعد مرة بعد 6 سنوات دائما يبقى شيء يعني في أذهان الناس، وهما اللي الهدف ديالهم هو باش هذه الأشياء تبقى في أذهان الناس. يعني أن هذه المعارضة يعني تستغل في المأساة التي عشتها أنت وعائلتك، أو تعيد نفس الخطاب؟ ايوه، هي ما زالت تشتغل. تشوف يعني كثير من الجرائد ما زالت يعني تشتغل، ولا تعرف يعني مين وراهم. يعني يمكن مصلحة من دول يعني من الخارج. يعني في الماضي كنا ممكن ماذا بهم ما يكون شكيب خليل يعني يكون هون في الجزائر. يمكن هم يحبوا لما شكيب خليل يكون يبقى في أمريكا أو يبقى في الخارج، يعني ما يجيش على الجزائر، لأن يمكن نصعب الأشياء عليهم. اليوم أزمة المحروقات وانخفاض أسعار المحروقات، وأيضا حالة من الاحتقان السياسي التي تعيشها الجزائر، وأيضا حالة من الغليان التي تشهدها الحدود. يعني كيف يمكن أن تقيم وتستشرف مستقبل الجزائر بناء على هذه العوامل؟ هي نظن احنا نشوفوا الآن يعني أولا في أزمة البترول. يعني الآن احنا نشوفوا يعني آخر الأزمة يعني، وابتداء في ارتفاع الأسعار. الأزمة ستحل يعني في هذه السنة إن شاء الله، في آخر هذه السنة، والسنة الجاية تكون أحسن. هذه كل الخبراء يعني اللي يعرفوا الميدان واللي يعرفوا عندهم الأرقام وعندهم الدراسات يعرفوا هذا الشيء. والاقتصاد العالمي راح يتحسن، يعني راح يتحسن، وهذا يساعد في الطلب يعني البترول. بالنسبة إلى الأزمة، حتى الأزمة في ليبيا راح تنحل، والأزمة في سوريا راح بدأت يعني تنحل إن شاء الله، والأزمة في اليمن، وكلهم عندهم انعكاسات على سوق البترول. وإن شاء الله هذا سيساعد في نفس الوقت يعني استقرار في السوق، لأن لما ما يكونش أي مشكل سياسي ما بين السعودية وإيران يكون استقرار في السوق إن شاء الله. سيدة الوزير شكيب خليل، قضية فقط وتعليق قصير. الذين يطالبون بتطبيق المادة 88 في الدستور، ماذا تقول لهم من المعارضين؟ والله أنا ما درست المادة وما نقدر نرد عليها الآن. يمكن من بعد 2 أو 3 إذا تطلبني نفس السؤال نقدر نرد عليها. وشكرا. أشكرك جزيل الشكر سيدة الوزير. شكرا. يا صحيت يا